على الاثنين والاخوان، صدق الله العلي العظيم. الحقيقه هذا الحضور اليوم الساده اللي حاضرين قاعدين واللي جايين من الشارع، هذا الحقيقه ما يدل على ان الساده اشياء واحده، وعلى انه يدل على انه الساده تجتمع على الخير. وبالنسبه للموضوع اللي حدث يا ابو نور الحضور، حقيقه في وقت الحادث انه الجماعه كانوا محرجين امام الساده لان ابوهم صار هذا الحدث اليوم، وبقوا مستمرين يطلبون الصلح والرضا لحد هذه اللحظه، وكلفهم ناس وسالم عرفت حتى في زمان بالتصعيدات، وانت تدري عن هذا الموضوع، وساعين للصلح في اي وقت. الله يشهد رسوله، ليش؟ لانه يحسون انه ربي عرفتهم من اهل السده ولايه وحده وصباح ومساء، فاليوم ساعه الرحمن. بالنسبه اذا اكو موضوع حدث انه كلام ما يليق، فمن الان ينتهي كل شيء بالنسبه لنا. الشغله الاخرى ان هذا الرجل ما جلس احتراما عرفت الربي على اهل السده، ما اجى. الشيء الاخر انه من يريد يجي، هو هسه ساكن ببغداد، من يريد يجي عرفت هو اذا كل شيء عرفا وشرعا ما كان صار 30 سنه وجاي السده احتراما عرفت اخوته وعمله والاول صار هسه حتى بالتالي طالبين هو كذا هذه عرفت هذه موجوده يعني. فالحاله اللي صارت اول شيء اخوته محرجين جدا، محرجين من اهالي السده ومن ربيعه، وسعوا للصلح من اول لحظه ولحد الان. الحمد لله انه هو اهالي السده طرف لنا هذه الساعه المباركه، فاللي يامل انه هذا الرجال يجي بس بالمناسبات وما عنده اي موضوع ولا عنده سكن هنا، لكن انه انتم اهل السده تعرفون عندكم سنين باكر تصير شغله مماثله لها، عرفت؟ فتصير شغله مماثله لها ويطلب انه هذا ما يجي للسده، يمكن انتم ما تقبلوها. فاملنا فيكم انه اي موضوع صار قبل هاي الجلسه عرفت نعتبره منتهي، ومن يصير الصلح ويصير الرضا وطيب النفوس ممكن الموضوع يكون ثاني. اشكركم جزيل الشكر.